تحياتي، السلام عليكم. اليوم سيدي 12 مارس 2014 حبينا نحكيو بما يخص العصابة المحتلة الساحل. علاش حبيت نعمل نداء كبير ياسر لشرفاء الساحل بس تصداو العصابة هذه المنظومة الفاسدة. عصابة راهو عالمية، أخطر عصابة على الساحل هي عصابة عثمان جنايح والعائلة اللي معاه والرموز الفاسدة اللي معاه. مكونكم عصابة وميليشيات راهو من البريغاد روج، الجماعة كوريتوهم كل في الاستاد لابسين تريكوات احمر وحاطين ريسبكت وشابوات احمر. هذه الميليشيات راهو هي لمعاقبة شرفاء الساحل. اي واحد يتكلم عنها يبعثوا له الميليشيات هذوما ويضربوه في الشارع، يدوروا بالكلاب بولدوغ لابسين شابوات، واللي يتكلم ضد عثمان جنايح ولا العائلة الفاسدة فهمت يتمكنوا به. وهذا خطير جدا. باقي معلومة دي صحيحة باش نعطيها لكم. راهو عثمان جنايح أصله الأصيل راهو من الساحلي، أصله جلاصي، كيف وكي ولده حسين جنايح وكي حامد القروي وكي زياد الجزيري والشتالي ولد الشتالي كيف والشتالي أصله من الكاف. هذوما مش سواحلية محتلين النجمة الساحلي، ونجمة الساحلي راهو ما نخموش فيها غطاء باش يقوموا بالإجرام نتاعهم والسرقة كيما عثمان جنايح. أول ما بدا بتاج مرحبا فك 75% من الأراضي البلدية، والناس كل تعرف هذا بالمليم الرمزي، ومن بعد فكوا نزل جورة بالمليم الرمزي، وكذلك اوتيل نجمة فكوا بالمليم الرمزي، وأراضي كبيرة ياسر خذاها بالمليم الرمزي عن طريق رئيس البلدية الهادي عياش وكاتب العام لمجد عمار. سرق أغلب الأراضي معناها في الساحل وفي سوسة بالمليم الرمزي، وقاعد يكبر توا وقاعد يحكم معناها في الساحل، وهو من الساحلي عبر الميليشيات اللي معاه كما قلنا هذوما من بريغاد روج ذوي سوابق العدلية، جماعة مخدرات واكستازي وحبوب الهلوسة وشراب، وعمل مشاريع 400,000 في الشهر. وباش تعدى معناها بحث النزل نتاعو لازمك تمد بطاقة تعريف، معناها حط الميليشيات كي البوليسية باجات احمر هنا فهمت، معناها في يديهم هنا يوقفوا يقول لك هات بطاقة تعريف. ولهذا معناها على شرفاء الساحل ما لازمكش تسكتوا، وكان باش تسكتوا عليه راكم باش توليو معناها اسكلاف، معناها عبيد لهذا الكلب الساقط عثمان الجنايح السارق. كما تعرفوا الناس الكل معناها قبل الثورة معناها بأيامات هرب خوه عز الدين جنايح أكبر سفاح بن علي إلى المغرب، هرب خوه وهو من منظومة الفاسدة. ردوا بالكم يا سواحلية، راهو الليتوال عاملين لها ترامبلان، ما يهمهمش بالليتوال هما بالعاني باش يلهيكم بالليتوال ومشاكل الليتوال وكل شيء، لكن هما قاعدين ينهبوا في أكثر من الليتوال، قاعدين ينهبوا في أراضي، في وتلة، في مشاريع كبيرة، في فلوس، في ديفيز يهربوا فيها للخارج. هذه أكبر عصابة راهي محتلة الساحل. قبل معناها تحرير تونس لازم تحرير الساحل من هذه العصابة، وبعد نتعداو الزحف الكبير، الزحف الثوري، الزحف معناها من كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. خاطر العصابة هذه معناها عندها يد مع العصابة الأخرى نتاع كمال طيف، وهم محتلين معناها وزارة الداخلية. وكتعرف معناها هذه العصابة مش بيسيبوا الحكم، ما يسيبوا الحكم كان بالدم. ولهذا معناها قبل ما نكمل كلامي، قبل ما نوفي كلامي نقول معناها لازم تحدوا شرفاء الساحل ضد هذه العصابة تاع عثمان جنايح حسين جنايح وزياد الجزيري، كل اللي ما يحبوش الخير للساحل. هذا هو آخر كلامنا، السلام عليكم.